صحيفة واحدة خاف عليها الفاروق أكثر من بستانه. كيف صار بيت هذه المرأة خزنة الوحي الكبرى حين ترجل خنيس بن حذافة عن صهوة الدنيا شهيدا؟ تركت حفصة بنت عمر خلفها دموعا لا ترى وصبرا يزن الجبال. لم يكن في قلبها إلا الله، ولم يكن في دارها إلا السكون. خطبها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لتدخل بيت النبوة لا زوجة فحسب، بل حارسة لسر السماء. كانت حفصة لا تمل من صيام النهار ولا تفتر عن قيام الليل، صوامة قوامة، هكذا وصفها جبريل عليه السلام. لكن المهمة الأعظم كانت تنتظر في صندوق خشبي بسيط. بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد. أين يوضع هذا الكنز؟ لم يجد الصحابة مأمنا إلا حجرة حفصة. في ذلك الركن الهادئ بين يدي حارسة المصحف بقي كلام الله محفوظا لسنوات، حتى نسخت منه المصاحف التي نقرأها اليوم. الأمانة حمل ثقيل، والوفاء محراب لا يدخله إلا المخلصون. ميراث الوحي في حجرها، والأمة مدينة لصمتها. هل تدرك أن المصحف الذي بين يديك كان يوما عهدة في قلب امرأة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ربما يخبئ الله لك أمانة لا ترى حجمها الآن، فكن لها حارسا. اشترك في المختار لنرافقه معا في كل محطة.